السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا واضح من الفيديو ان احنا النهاردة ان شاء الله هنخلل مع بعض الليفت. طبعا زي ما انتم عارفين الليفت اليومين دول مالي السوق، متوفر في كل مكان وسعره رخيص جدا. يعني الكمية اللي انتم شايفينها دي ب10 جنيه. شايفين قد ايه الكمية؟ تعمل لنا برطمانين 3 كمان من الكبار. طبعا انا هغسلها غسلة كويسة جدا ومنشفاه زي ما انتم شايفين، وشلت كمان العروش بتاعته بس مش هرميها، هحطها مع الليفت برضو يتخلل. وتعالوا اعملها لكم بطريقة بسيطة، يعني بطريقه جدتي بتاع زمان، طريقه سهله جدا وبسيطه من غير اي افتكاسات، ويا دوبك بملح وميه بس. تعالوا نقول بسم الله ونبدا مع بعض. نبتدي نجيب القطعه بتاعتنا والسكينه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبتدي نشيل لنا الجزء ده وده كمان. تقطيعه سهله مفيش اي صعوبه، وهو اصلا سهل بيتقطع معاكي بسهوله خالص اهو. بصي بقى التقطيعه دي بتاعتك انت، انا بصي كده الحجم ده اهو، شايفين جميل ازاي؟ لسه طبعا الليفت جديد في السوق زي ما انتم شايفين ما شاء الله. اقطع الكميه كلها وارجع لك تاني. قطعت الكميه يا بنات كلها زي ما انتم شايفين اهو، شايفين الكميه ما شاء الله. ونيجي بقى للعروش، العروش دي بقى ما برميهاش خالص، بتحط مع اللفت. انا عايزه اقول لكم بيبقى طعمها فظيع، انا باكل العروش اكتر كمان من اللفت. ابتدي اقطعها برده بالشكل ده اهو. بصي احنا هنا ما بنرميش اي حاجه كده اهو. بطريقه سهله جدا وبسيطه، وزي ما قلت لك مالي السوق، وب10 جنيه هتجيبي الكميه اللي انت شايفاها دي قدامك اهو. خلصت كده تقطيع الكميه كلها. نبتدي نجيب بقى البرطمانات بتاعتنا. احسن حاجه تخلي فيها البرطمانات الازاز، نضيفه جدا وما تخليش كمان المخلل يتهري معاكي. عندي هنا برطمانات الازاز دي يا بنات اهي. دي انا ما برميش اي برطمانات ازاز، برطمان مربى، برطمان اي حاجه بجيبها من السوبر ماركت بشيله زي ما قلت لك، يا انضف حاجه. ببتدي كده بقى اعبي ايه البرطمانات باللفت. واكبسي عشان هو لما بيدخله الملح بيبتدي يهبط اهو. تكبسي كده على قد ما تقدري بالشكل ده يا بنات اهو. عندي هنا بنجر انا كنت حاطاه في الفريزر، مقطعاه مربعات صغيره زي ما انتم شايفين كده وشايلاه في الفريزر. ابتدي اقطعه واحطه هنا في البرطمانات اوزعها. بيخلي اللفت طبعا لونه احمر. مش حابه تضيفي البنجر مفيش مشكله، وكده كده بياخد اللون بتاع البنجر اللي هو اللون الموف ده. شايفين ميته ما شاء الله. انا هضيف الكميه كلها. اخر خطوه بقى ان احنا ندوب الملح في الميه. شايفين الكميه ما شاء الله 6 برطمانات ما شاء الله، وزياده كمان عن 6 7 برطمانات ب10 جنيه مخلل. ابتدي اضيف هنا الملح الخشن زي ما انتم شايفين يا بنات، بيتجاب من عند العطار. الملح الخشن ده حلو قوي للمخلل. وابتدي اضيف كده اوزعه. بسم الله.
واضغطي عليه كده. انا ضفت هنا كميه الملح المناسبه لكل برطمان. اهم حاجه طبعا يكون الملح مناسب، لان انت لو قللتي الملح هيتهري منك بسرعه. ابتدي اخر حاجه بقى ازود الميه. بسم الله. انا عايزه هنا الميه تغطيك بالكامل. انا هنا ولا هضيف خل ولا هضيف ليمون، لانه بيخليه يتهري بصراحه بسرعه بالشكل ده. شايفين يا بنات؟ زي ما انتم شايفين الميه واصله لحد اخره. دي اهم نقطه، انك انت لو ما وصلتيش الميه لحد فوق هيتهري منك يا اما يمزلق. وابتدي بقى اغطيه. يقفليه كويس جدا عشان انا مش عايزه الهواء طبعا يدخل فيه علشان ما يبوظوش. بسم الله. شويه تاني. تاكدي كده ان هو مقفول كويس. بالشكل ده. حابه بقى تعملي الخطوه دي انك ترجي الملح كده. شايفين قد ايه جميل؟ هسيبه مقلوب كده 10 دقايق علشان بس الملح ياخد ويدي فيه كده، ولو ما اتخلطش يتخلط معاه كويس، وكمان ميه البنجر او اللون بتاع البنجر يبقى يتغمر كله او يتغرق يعني يملاه كله، وبعد كده اعدله تاني. ابتدي بقى كده اظبط برطماناتي. احلى واسهل مخلل هتاكليه بطريقه بسيطه جدا، بملح وميه وكميه مخلل زي ما انت عايزه. قلت لك الكميه دي كلها ب10 جنيه يعني ولا حاجه، هتقعد معاكي فتره طويله ما شاء الله. اهو يا بنات، وبالهنا والشفا.